ده من غير ما دي بتتشوي كده. اوه ده كوليسترول ده. اوه اضرب. الوحوش كترت في البلد. انا جيت النهارده من القاهره لاسكندريه مخصوص عشان اختبر وحش النهارده، وهنشوف هل هو وحش بجد ولا كلها بقت وحوش. حبيبي سمي الله ونبتدي. النهارده في مطبخ الوحش برجر يا جماعه، نسمي الله. ودي اكبر برجريه هتشوفها في مصر. تعال نوزن القطعه، وزي ما انتم شايفين كده منظر 200 جرام. طيب المنظر ايه؟ انا سمعت ان انتوا انضف ثلاجه كمان فاست فود. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. انا عايزك تصور كل حاجه واقعيه في المطبخ كده. بص منظر، بص بقى منظر القطعه دي كده تشيكن ايه ذهبي ها بتاعت زمان تتعلق كوليسترول. خش بقى الثلاجه. ايوه السعوديه بتاعت زمان وحشتنا دي بتاعت الشتاء. ده ايه الخس النضيف ده؟ الخس دوت خس باتافيا. ده اللي هو عشان ما بيلمش اي حاجه ده ها. والطماطم حاطينها لي في شبكه. اهم بقى حاجه عندك اللي بسطتني بره اللي انا كنت بشوفها بتتشوي دي، المجرمه دي تحس قطعه لحمه نظيفه حمراء. انا بروح اماكن تانية ساعات بشوفها بيضه من الفول الصويا، دي لحمه تحس قطعه لحمه مفرومه صح؟ دي لحمه مفرومه بس احنا بنصنعوها. هل دي بقى كل القطع كده ولا القطعه اللي انا شايفها قدام عيني بس؟ بقى معلش بقى اختبار بقى، احنا في ثلاجه التبريد بس اختبار كده. لونها بردك تحس ان قطعه لحمه صح؟ تصنيع القطعه دي ال 200 جرام اللي احنا شفناها بره. 200 جرام اللي احنا 200 جرام. هل بقيه القطع نفس الحاجه ولا عشان اوعى تقول لي عشان التصوير الناس هتختبر ها؟ منظرها جميل، قطعه لحمه حمراء تحترم. ايه بقى الكراتين دول جايبين مانجا ولا ايه؟ لا ده خابين ايه؟ شغالين مشروم فريش. احنا مشروم فريش. الله ده شغل عالي قوي ده مشروم فريش يا ولاد الايه. لا الثلاجه حقكم يا عم تقولوا ان احنا احسن فود سيفتي في الفاست فود. اختبار ثلاجات ده انا تفتيش رسمي ده ها. ده مش واحد جاي يعمل ريفيو يختبر اكل. حاجه تحترم، تغليف يحترم. انا راجل صاحب مطعم، بس انا بقى مش هديك 10 من 10 الا في حاجه واحده، التيست. لو طلع مظبوط يبقى فود سيفتي مظبوط وطعمه مظبوط يبقى انت وحش، يبقى وحش برجر فعلا. نسمي الله ونطلع على السفره. وساندوتش الوحش وصل. منظر ساندوتش وحش ها حقيقي ده. قطر الدهون. بص اوه ده خطر على القلب، ده وحش حقيقي. وحجم السندوتش اللي انت شفته ده 130 جنيه، ولو عايزه كومبو تزود 40 جنيه. بص دي محشيه جبنه شيدر. ايه الواو ده؟ ايه الغنى في الطعم ده؟ نعالج الكوليسترول اكتر ونخش على المشروم. قطعه بيكون كبيره، كميه مشروم، حاجه نظيفه. المنظر لوحده اصلا يفرح. اوه ده كوليسترول ده. سندوتش محترم وغني. بعيدا عن حجم السندوتش اللي انت شايفه عرضه ده شبر واكبر شويه، ان المشروم حلو قوي، طعمه حلو قوي، ان المشروم معمول بطريقه حلوه وحاجه فريش. قطعه اللحمه تحترم. على وجبه الستريبس ب 155 جنيه يا جماعه اللي انتوا شايفينه دوت، ومعاها الاثنين الصوص بتاعها تحترم. ننزل نعمل ديبنج كده بتقرمش. هنفتح من جوه كده نشوف انزكه الفراخ تحترم ها. يلا لا نعمل سندوتش بقى. مش هي الوجبه ب 155، نستمتع بقى. جولدن باتر ده صوص قطعه وقطعه. اكل سلو يا حبيبي في المعده يتدلع. الصوص واخد زبده والفراخ زبده. سندوتش يحترم انك تعمله لنفسك. وجبه ب 155 جنيه. تحيا مصر. بص هي نونوت في دماغي ان انا لازم اجيب قطعه كده منه. قلت له بعد اذنك طلع لي قطعه، انا عايز اشوفها هي بتنزل ازاي كده. كوليسترول فين يا عزيزي؟ كوليسترول في السما. طعم اللسعان ده فيها، ولو عملناها كده بص هتنزل ايه؟ نزل كوليسترول. ودي ده من غير ما دي بتتشوي كده. العيش بيلمع، سندوتش تتغزل بيه. بص المنظر، هو كاتب فعلا بريميوم، كاتب بره ان المكان بريميوم، كاتب كده على يعني هو مش بيقول على نفسه، هو كاتب على اليافطه. احنا في اسكندريه فرع 45 فرع الجديد. بص انا متسلطر الكوليسترول متسلطر على الاخر. بص هي القطعه الكبيره دي هو وحش برجر، هو اسمه الوحش، هو وحش وبريميوم وعامل شغل عالي واسعار تحترم قوي. ان السندوتش يبدا من اول 130 جنيه فيما فوق. وسندوتش حاجه بتاعت زمان، بتاعت 6 و6 يا ابني السندوتش ده. اضرب. رساله لبتوع القاهره، احترسوا، لان الوحش برجر لو نزل القاهره هيكسر الدنيا. سندوتش يحترم، بريميوم فعلا، حجم يحترم، كواليتي تحترم. عايز تخش المطبخ تتفرج خش المطبخ ما عندوش مشكله. دي قطعه كلها على بعض ها. هي القطعه دي حطيتها في سندوتش
احنا في الفرع الجديد بتاع 45 وحش البرجر. هو الوحش البرجر ده رقم واحد في مجاله، محترم، قطعة عالي الكوليسترول، حاجة نظيفة، كواليتي عالي. تعالى القاهرة أرجوك، لأن السندوتش ده هيكسر الدنيا عندنا. سلام.